بيقولوا إن العالم زمان كان محكوم بالخوف مش بالفرحة. قبل ما الكريسماس يبقى وقت للاحتفال، كان موسم للرعب. الليالي في الشتاء كانت أطول وأبرد ومليانة برهبة مخلوقات وحشية. غزلان بتمشي على رجلين، فروها أسود زي الفراغ، وقرونها معوجة زي شوك الجحيم، وعيونها حمرة متوهجة زي الجمر. دول ما كانوش غزلان عادية، ما كانوش بيشدوا عربيات، دول هم اللي بيركبوها، وعربياتهم ما كانتش مليانة هدايا، دي كانت متحملة بأرواح المتعذبين الملعونين اللي بيسحب غزلان في السماء، بيصرخوا في عز البرد والليل. كل سنة في نهاية الشتاء كان الهوا بيتملي بصوت أجراس مرعبة بتعلن عن وصول هداياهم البشعة. مش ألعاب ولا حلويات، لكن موت، خوف ويأس. القرية كانت مشلولة من الرعب اللي ملوش وصف، وجودهم الملعون كان في كل مكان. كان فيه القناع الخشبي المنحوت بدقة غريبة، اللي لما حد يلبسه يلزق في وشه ويحبسه في فراغ للأبد. وكان فيه الساعة العكسية اللي عقاربها بتلف عكس عقارب الساعة، تسحب حياة أي حد يمسكها وتسيب وراه قشرة فاضية. كل سنة الحاجات الملعونة دي كانت بتظهر على أعتاب البيوت وتدمر أي حد يلمسها. ما كانش في حد بيهرب من مصيره. الليلة دي أنا وأمي كنا قاعدين في كوخ خشبي صغير، كانت كل الأنوار مطفية، والظلام كان زي غطا بيحمينا، بس كنا عارفين إن ده مش هيحمينا. الغزلان مش محتاجة نور عشان تلاقينا، لأن هما كانوا بيشموا ريحة الخوف، والخوف كان مالي بيتنا. سمعنا صوت الأجراس الأول، صوتها كان واطي ومرعب، بيقطع صوت الريح اللي بتعوي. بعدين الباب اتفتح فجأة، صوت ضحك عالي ومرعب خلى جسمي يقشعر. كان في صندوق صغير محطوط قدام الباب، كأنه كان موجود طول الوقت، عليه بطاقة باهتة مكتوب عليها الخطأ إيفلين، اسم أمي. أنا ترجتها إنها ما تلمسهاش، بس إيديها كانت بترتعش وهي بتحاول تمسكها، كأنها كانت منومة. جواها كان فيها عروسة قديمة، عينيها كانت مطفية، بعدين شعلة حمرة جهنمية نورت، وبقى بقها المتخيط بيبتسم ابتسامة شيطانية. جسم أمي بدأ يترعش بشكل عنيف، وقعت على الأرض، جسمها بيموج وبقها بيطلع رغاوي، وهي بتتكلم بلغة غريبة ملهاش معنى. خطيئتها الوحيدة إنها ربتني لوحدها، ومع ذلك اتحكم عليها بمصير ألعن من الموت. قبل ما ألحق أصرخ، الغزلان الوحشية وصلت، خطفوها، جروها لعربيتهم. بقت روح ملعونة مربوطة بالعربية الجهنمية، وأنا فضلت لوحدي مع البرد والخوف. في لحظة يأس وغضب مسكت أي حاجة قدامي، كان في شوية صنوبر مرمي جنب الدفاية، رميتهم على الغزلان، وفجأة بدأوا يصرخوا ويتلووا كأن في حاجة مش شايفها بتعذبهم. واحد ورا التاني وقعوا وهربوا في الليل، صوتهم بيملى الهوا. بعد كده اكتشفت إن الصنوبر هو نقطة ضعفهم، ريحته ملمسه كان بيعذبهم. ومن هنا بدأت أستعد، سنة كاملة وأنا بشتغل من غير راحة. عيلتي كانوا نجارين وأنا عارف الغابة كويس. جمعت صنوبر وعملت منه أسلحة وفخاخ، خططت لكل حاجة، مستني شتا السنة اللي جاية عشان آخد بثأر أمي وأخلص على الوحوش دي. لما جه الوقت وقفت على حافة الغابة المليانة صنوبر، ماسك سيف خشب وعلى كتفي شنطة مليانة صنوبر. ناديت عليهم، استدرجتهم وتحديتهم يواجهوني. زي ما توقعت، جم الأجراس أعلنت، السماء أغمقت،
والأرض اتهزت تحت خطواتهم الثقيلة. الغزالة القائد قرونها كانت ملوية أكتر من الباقي، بصت لي بسنانها الحادة وهجمت. جريت وجرتهم معايا لجوه الغابة، وهناك كانت ريحة الصنوبر خانقة. استخبيت ورا شجرة كبيرة ماسك نفسي. الغزلان كانت مش عارفة تلاقيني، ومن الضلمة ضربت، طعنته بالسيف الخشبي في بوقي، وقع ميت. صرخته كانت عالية. الباقيين كانوا مترددين ضعاف. رميت عليهم صنوبر، واحد ورا التاني وقعوا. لما طلع الصبح خرجت من الغابة منتصر. مسكت الغزلان اللي فضلوا عايشين وربطهم بحبال مليانة رائحة الصنوبر. مش هيجيبوا الموت والرعب لقريتي تاني. بدل كده استخدمت عربيتهم، مليتها بهدايا، عرايس، حلويات وكتب. أنا كنت جمعتهم خلال السنة دي وطيرت حوالين القرية ووزعتها على الناس الطيبين. طلبت من الناس يحتفلوا بالطيبة والكرم، لأن الصفات دي مش بتظهر للغزلان. ومن هنا بدأ الكريسماس، مش وقت خوف، لكن وقت فرحة وعطاء. كل سنة أرجع بعربيتي والغزلان مربوطة، غرائزهم الوحشية مكبوتة بريحة الصنوبر اللي على حبال العربية. لكن دايما أفكركم إن الغزلان لسه هنا، مستنية بشدة تلاقي فرصة تهرب بيها. وعشان كده ننور بيوتنا بالدفى والطيبة ونعلق إكليل الصنوبر على الباب عشان نحمي نفسنا من الظلام. دي حكاية إزاي مرة ولد صغير خايف اسمه نيك بقى أسطورة.